أكلتنا لليوم مندي الدجاج، أكلة سهلة وبسيطة وشهية جدا، مناسبة لجمعاتنا العائلية. شوفوا الأكلة ما أشهاها. بالبداية بنزل بملعقتين من السمنة الكبيرة على طنجرة حاملة، نحمي السمنة، بعدين بنزل بحبة بصل أبيض كبيرة، نتركها شوي حتى تاخد لون ذهبي وتتكرمل معنا. بصل الأبيض مفضل أكتر من الأحمر لهي الأكلة طبعا. بنزل بأربع أسنان من الثوم المهروسين وشوي من الزنجبيل الفريش ونحركهم. بس تتكرمل البصلة عندي بنزل بالدجاج. أنا عندي دجاجة مقسومة نصين، تبلتها ببهارات بكتبلكن إياها بالوصف. نقليها شوي، بعدين بنزل عليها بالمي، نغمرها طبعا، نتركها تغلي منيح حتى تاخد نص استوى، بعدين على الفرن حتى تاخد اللون الذهبي. عندي كاستين رز طويل مغسلتهم، بس بنزل فيهم على مرقة الدجاج، نتركها تغلي على نار وسط، نحرك شوي الرز، تاخد من بهارات الدجاج طبعا. وبس تنشف المي عندي بضعف النار وبنزل بكركم حالته بشوية مي وزعفران محلول بمي أو ماء ورد. لازم نتركه شوي حتى ينحل اللون ومنغطيها شوي. بقلي شوية مكسرات أي نوع انتو بتفضلوه. أنا بفضل الزبيب الأشقر كتير، بياخد الأكلة لمكان تاني وطعم رهيب. شوفوا الدجاج كيف أخد لون ذهبي، ما شاء الله على هاللون. منزينه برشة من البقدونس. شوفوا الأكلة كيف طلعت شهية ومناسبة جدا للتقديم بالعزايم. حضرت جنبها صلصة الدقوس كتير شهية مناسبة لهي الأكلة، كمان طريقة تحضيرها موجودة بفيديو تاني. الدجاج مستوي واخد لون كتير مناسب وكتير حلو، والرز عندي مفلفل. منجربها مع الدقوس كتير طيبة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسونا بدعمكم بلايك واشتراك، وصحتين وهنا.